شوفوا بقى كده عملنا حاجة عظمة تحفة جميلة جدا، بجد هتعجبكم وتعجب اولادكم. ممكن تاكلها مع الفراخ المشوية، مع السندوتش، تحطها في سندوتشات الشاورما، البطاطس السوري، الحاجات دي بجد طعمها خرافة. ايه دي يا ام حنين؟ اكيد انت شفتوا طبعا عنوان الفيديو. تومية تعمليها باسهل الطرق والمكونات في البيت. لا طالبة منك بقى انت يكون عندك جهاز صعب ولا حاجة. كل اللي هتعمليه تشفشر الخلاط بتاعك. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبيب قلبي، لأول مرة تشوفي قناتي، قناة يوميات أم حنين، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وانت مشتركة معانا حط لايك جميل وكومنت حلو كده منك، وشرفينا كده باسمك وبلدك منين. شوفوا بقى، انا جبت كده معلقتين نشا ودوبتهم في ميه، وارفعهم كده في طاسه على النار، وان انا اقلبهم لحد ما يتماسكوا خالص. معلش يا جماعه ان كان في صوت، ده صوت سيف وحنين بقى، مش قادره احوش الصوت ده، اعمل ايه؟ اعذروني، اكيد عندكم اطفال زي. المهم كده زي ما احنا بنقلب الخليط بتاعنا لحد ما يتماسك، وبنسيبه بقى على جنب شويه. هو خلاص اهو قرب يتماسك، هيبقى ايه؟ زي الماده الشفافه كده. تمام اهو كده خلاص، ده القوام بتاعه المطلوب. بقلب فيه كتير وبحركه علشان ما يكلكعش او حاجه. تمام. معلقه توم مفروم علشان، وتجيب الخلاط بقى بتاعك وتحطيه فيه، ويكون مفروم علشان ما يبانش معاكي لما ينضرب في الخلاط. مينفعش تحطيه سليق. 3 معالق خل اهو. لو عندك بقى مايونيز، ولو ما عندكيش وعندك زبادي حطي مكانه الزيت الاول. تمام كده، حطيت زيت حوالي من 3 معالق زيت برضو، مش كتير، و3 معالق مايونيز. ولو ما عندكيش مايونيز وعايزه تحطي زبادي تمام، ما عندكيش ده او ده، بجد برضو طعمها كويس جدا مش وحش، تبقى طعمها حلو قوي قوي جنب الاكل. وبتحطي 3 معالق لبن كده او 4 معالق لبن، يعني كنت حاطه بالظبط نص كوبايه لبن اهو زي ما انتم شايفين كده. كنت ضربت ده في الخلاط. بس ما عرفتش اصور بصراحه، ورجعت بقى جبت الخليط بتاعنا اللي كنت عاملاه انا وانتوا على النار، اللي هو النشا بالميه. تمام. وبتحط على فكره ملح اهو. بنضيف الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه زي ما قلت لك، ملح بس، ما اضيفش اي حاجه تانية. تمام. وهضربهم بقى مع بعض في الخلاط كويس جدا، وهوريكم النتيجه بتاعتهم في الاخر. بس ما شاء الله طعمها حكايه، جربيها مش هتندمي، وان شاء الله هتعملوها على طول. اهو حطيتها في الخلاط كده، بس حذروا انت بتعملي بقى الحته دي ليه؟ علشان ممكن المعلقه تيجي عند السكينه، فبلاش. لو حابين انتوا تقلبوها وكده بوصلوا ايه الخلاط وقلبوها وارجعوا تاني. تمام. ادي معلقه الملح انا حطيتها مش كتير بصراحه، انا حطاها بالنظر كده حوالي نص معلقه صغيره. هشوف ما شاء الله القوام بتاعها جميل جدا. انا كنت في مطعم وكلتها وعجبتني، وسالت الناس اللي هناك هما بيعملوها ازاي، وهم قالوا لي الطريقه دي بصراحه. يا رب تعجبكم. لو اول مره تشوفوا قناتي، قناه يوميات ام حنين. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.